يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على الرسول كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنبدا الاول بالتتبيله يا جميل انت وهي بتاعه الزنجر او الاستريبس. تمام. هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين كبار معلقه هرميه يا جماعه من النشا. هنقسمها معلقه هرميه، يعني معلقه مليانه كده. تمام، من النشا. خلاص. هنزل عليهم بايه الاول قبل ما اقسمهم؟ هنزل عليهم برشه جنزبيل او زنجبيل، نص معلقه من الفلفل الاسود. تمام. تتبلي الدقيق قبل ما تقسميه. معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بابريكا. خلاص. ونقلب كل ده مع بعض. هنزود عليهم هنا الاول ايه قبل ما ننسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نزود عليهم ملح جميل. ننزل عليهم معلقه صغيره من الملح، معلقه كفايه. تمام. ونقلب كل الخليط الدقيق والنشا والتوابل مع بعضها كده كويس. دخلي كل التوابل في الدقيق قبل ما تقسميه. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص. هقسم بقى الكميه دي على 2. هاخد هنا نص الكميه. تمام كده. عشان النص ده هجيب بقى على النص اللي انا قسمته ده. تمام. هجيب عليه بيضه هفقشها وانزلها فيه. بسم الله كده بيضه. هنزل على البيضه بمعلقه صغيره من صوص الباربيكيو، معلقه صغيره خالص او نص معلقه، متكتريش، يعني حاجه بسيطه بس كده. تمام. بتفرق، صدقيني بتفرق في الطعم قوي. جربيه بالطريقه دي. تمام. حاجه بسيطه كده. الصويا صوص برضو نص معلقه. خلاص كده. خلاص. وننزل عليهم بشويه ميه حبيبتي. انا عايزه الخليط ده ما يكونش خفيف قوي عشان يمسك في الاستريبس او في الفراخ. انا طبعا غسله الفراخ ومقطعاها، كلنا عارفين تقطيعه الاستريبس. تمام. هوريها لكم. هنا الخليط خد معايا كوبايه من الميه. تمام. بصوا انا عايزاه مش خفيف قوي ومش تقيل قوي. هوريكم السمك دلوقتي. بصي انا هنا حطاه في علبه حافظ طعام عشان انا لازم احطه شويه في التلاجة. حطي ساعه، حطي نص، حطي ساعتين، براحتك. تمام. لو هتبداي الاول صح يبقى لازم تبداي بالعيش، بس انا عشان العيش عندي جاهز. لو هنبدا صح من الاول، لو انت ما عندكيش العيش جاهز ابداي بالعيش الاول. تمام. وبعدين اعملي التتبيله وبعدين خشي بقيه الحاجه. لكن انا عندي العيش جاهز فانا بدات الاول بالتتبيله. وهنا الزنجر او الستريبس انا مقطعاه اهو ما شاء الله، مقطعاه وغسلاه كويس قوي مصفياه. تمام. مغسول كويس قوي قوي اهو. تمام. هنزله هنا في الخليط هنا. خلاص اهو جهزته كله في التتبيله اهو. خلاص. التتبيله شوفي عامله عليها ازاي، مش سايله ومش تقيله، يعني كويسه عشان تمسك في الاستريبس. تمام. هغطي عليه بقى واسيبه في التلاجة ساعه. هنا بقى قشرنا بطاطس، 4 حبات بطاطس هنقطعهم. خلاص. عشان نحمرهم هنقطعهم صوابع. خلاص زي الاستريبس.
نحمر بقى البطاطس الاول، نبتدي كده بالراحه لان احنا هنحمر البطاطس الاول وهنحط الستريبس وراه في نفس الزيت عشان ما نبهدلش زيت كتير يا جماعه، الدنيا غاليه بالله عليكم، فايه مش عايزين نبقى مبذرين يعني. خلينا دايما كده ماشيين خطوه بخطوه. نخرج بقى البطاطس كده، شوفوا سامعين صوت القرمشه؟ بطاطس الشتا يا جماعه من احلى البطاطس اللي بناكلها، وكمان بطاطس شهر طوبة بقى لما تهل علينا، بطاطس تخزين من السنة للسنة. نحط بقى الدقيق بسم الله. نيجي بقى عشان نحمر الزنجر او الستريبس. ده كان عندي ستريبس يا جماعة اللي هو الجاهز، ستريبس جاهز بينزل على طول كده بسم الله. وهوريكم الفرق بين الجاهز والبيتي عشان برضو تعرفوا ان الحاجة البيتي طعمها بيبقى احلى واجمل. تمام، انا منزله لكم الطريقه بتاعته قبل كده بس بوريها لكم تاني. بننزل كام واحده كده في الخليط اللي احنا عاملينه اهو، ونقلب كده نقلب كده، بصي عكس الكاس كده نقلب فيه كده، نطوح فيه لحد ما ايه، لحد ما يعمل معايا طبقه الستريبس المقرمش. تمام، شوفي المنظر، هو ده اللي انا عاوزاه. هوريكم الفرق دلوقتي، الفرق بين الاتنين شاسع يا جماعه والله. بلاش نخلي النار واطيه قوي عليه، يعني النار تبقى وسط يا جماعه عشان ما ننساش ان الفراخ دي نيه، النار تبقى وسط. تمام، شوفوا المنظر، منظر الاكل البيتي من المنظر التاني بدون ذكر اي اسماء للزنجر اللي احنا كنا جايبينه، رغم انه شوف الشكل حتى، شوفوا انا بس حبيت اوريكم المنظر بس. هوريكم بقى التاني واوريكم الفرق ما بينهم. تمام كده، وما تقلبيش خالص الا لما يبدا يحمر. شوفي حتى منظر القرمشه باين ازاي، منظر القرمشه باين في الزنجر وهو في الزيت. تمام، هناخد بقى كده بشوكه كده عشان ايه ما ترفيش. شوفوا بقى شكل الزنجر، لازم ضروري تطلعيه في مصفى تحتها. شوفوا بقى، شوفوا الشغل البيتي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. سامعه القرمشه؟ هو ده. هدي النار خالص على ما نحط تاني في الزيت. لازم تعملي كده بسم الله، وبين كل مرتين والتانيين يعني حاولي ايه مصفى جنبك كده وتصفي الزيت كويس. تمام يا قلبي. بصوا بقى، تعالوا كده شوفوا ده الجاهز، ده الجاهز. تعالوا كده اما نكسر، بصوا قلبه من جوه ما بيبقاش فاتح. تمام، رغم ان هو مستوي يا جماعه والله، ومش غايب كمان ولا حاجه، يعني ما طولش قوي عندي ولا حاجه، بس انا حبيت اسيب دولت عشان ابقى اوريكم فرق الشغل البيتي من الجاهز. اهو بيقرمش بس التتبيله مش ماسكه كويس برضو قريبه في الفراخ، والفراخ قلبها من جوه مش ابيض. تعالوا بقى نوريكم الشغل البيتي. شوفوا شكل الزنجر او الستريبس، سمعوا صوت القرمشه. سامعين؟ تمام كده. بصوا بقى بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال البيتي، تتبيله ماسكه كويس قوي في اللحم، لحم الفراخ. شوفوا المنظر، شوفوا الزنجر او الستريبس عامل ازاي. مفيش احلى من الاكل البيتي، مفيش اجمل من الاكل البيتي، ولا في انضف من كده يا جماعه. شوفوا مقرمش بسم الله. تحفه بجد، تحفه، طعمه خيالي، مفيش احلى من كده. الحاجه البيتي يا جماعه لا يعلى عليها، رغم ان انا شغاله في ده وشغاله في ده برضو، يعني انا الحمد لله يعني شغاله من البيت شغل بيتي، وبرضو بجيب اللي هي الحاجات الجاهزه دي ببيعها، شغاله فيها، وناس كتير عارفه كده، اللي متابعيني كلهم عارفين. بس انا بنصحك برضو مهما
يعني كلمه لينا وكلمه علينا برضو يا جماعه، انا بنصح برضو بالحاجه دي، تحاوليش بعد البيتي، لا بعد البيتي لا، شوفي تكسري من اي حته التتبيله ماسكه في الفراخ، مش عامله فاصل ما بينها وما بين الفراخ، والطعم خيالي. تمام، هنكمل يلا واوريكم. نحطهم جنب بعض كده عشان يتعرفوا اهو. شوفي دي البيتي ودي الجاهزه، شوفي فرق اللون، شوفي فرق اللون، اللون واضح قوي على فكره، اللون واضح. دي قلبها غامق، وشوفي الفراخ الصبحه، رغم ان دي انا كنت مخزنه الفراخ نفسها ومخرجاها بس على الغسيل والتتبيله. بصوا بقى، انا عندي العيش جاهز، العيش جاهز ما شاء الله اهو. خلاص العيش ده اللي انا شغاله فيه يا جماعه ما شاء الله زي الفل، هو مفيهوش حاجه. دفني طبقه الكريب كده، عيش الكريب. هوريكم بس الطريقه في الاول وانا هكمل بعدين ماشي، لان انا هسلم اوردر دلوقتي. خليكم معايا كده. بنحط الاول لو عندك مايونيز حطي، بس انا ما عنديش مايونيز، فانا هنزل بطاطس. تمام كده، هننزل على الستريبس. حاولي تملي الساندوتش عشان ايه يبقى واضح معاكي. تمام، هنزل عليه الكاتشب. تمام يلا وقع شويه مش مشكله. انزل عليها هنا شويه جبنه، حابه بقى انتي تحطي خيار مخلل، زيتون. تمام، هنا احط لهم شرايح زيتون. تمام، ده اختياري لكن مش في الوصفه، يعني مش اجباري في الوصفه. تمام، لو عندك مايونيز هتحطي، ما عندكيش وعندك بسم الله. لو عندك صوص شيدر ممكن تحطي. تمام، انا ممكن احط لهم صوص شيدر بس ايه على الجبنه الموتزاريلا او جبنه ميكس، شوفي انت عاوزه تحطي ايه. سوق اساسي موتزاريلا. تمام، وبنلف الساندوتش كده كده. تمام، وبنجيبه كده، وهي بالطريقه هنعمل كله بنفس الطريقه. بصي بقى المنظر، هوريك المنظر من قريب. بصي المنظر، بصي قطع الستريبس مع الجبنه، شوفي شوفي. وهننزل بقى ايه التحمير على طول. هنا هحط زيت بسيط في الطاسه، بسيط عشان بس ايه نحمر الستريبس معايا، يعني نحمر الكريب معايا. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا السندوتش كبير، متعليش النار قوي. تمام كده عشان تعرفي تخلصي كل اللي معاكي في نفس الوقت. هدي النار عشان الجبنه تسيح، لازم تهدي النار شويه. بصوا بقى هنا كده بعد ما خرجنا الكريب، بصوا بصوا الحشو، بصي بقى، بصي الكريب بقى وجماله، بسم الله ما شاء الله، مفيش احلى من كده. اللهم بارك. احلى اوردرات يا جماعه اهي، احلى اوردرات ما شاء الله، اللهم بارك. احلى اوردرات كريبات يا جماعه، مفيش بعد كده، مفيش بعد كده. الزنجر وجماله ما شاء الله، والجبنه جبنه الموتزاريلا يا جماعه، وبطاطس بقى، حطي فيه زيتون، حطي فيه مايونيز، حطي فيه اي حشوات جبن انت عايزاها. المهم الحشوه الاساسيه هي الفراخ او اللحوم، دي الحشوه الاساسيه اللي فيه. تمام، حابه تعمليه باللحمه المفرومه شغال، حابه تعمليه بالشاورما الفراخ شغال، حابه تعمليه بستريبس الفراخ شغال، كله شغال ما شاء الله. اهو اهو، ولا احلى ولا اجمل من كده، اللهم بارك. جنب كاتشب وشويه مخلل. شوفوا يا جماعه، شوفوا شوفوا الجبنه، شوفوا ما شاء الله، شوفوا اللهم بارك. شوفوا الكريب عامل ازاي، شوفوا. شدي بقى من هنا بصي لحد ما تقولي بس اه. حشوات الجبنه وحشوات الاستريبس، والستريبس ولا اجمل. بنتي بتقاتل عليها، خدي يا حبيبتي.